نجمع الوثائق ونشتغل، لا نحتاج إلى دولة. فأناسنا الحمد لله واعون بهذا الشيء في جبل نكوسة وفي باقي ليبيا، يدعموننا بالمال وبالعمل وبالجهد وبكل شيء. فنحن نقوم بهذا المجال، هذا لا نحتاج إلى الدولة، بل بالعكس عندما الدولة يهديها الله كما يقولون وترجع إلى صوابها، تكون هذه مادة يستفيد منها كل الليبيون. هناك شق حقوقي نشتغل عليه، وهذا نحن سنتحالف مع الدول ونتحالف مع منظمات حقوق الإنسان ونتحالف مع العالم كامل حتى نسترجع حقنا. ولهذا كما ذكرت لك أنا هنا بدعوة من أك بارتي إلى جانب عملي في المجال الحقوقي، عفوا المجال الثقافي. هناك إخواننا يشتغلون في جزء ثالث وهو الجزء السياسي. هم يرون ما هو هي شيء مهم. الجزء السياسي هناك معارضة ليبية يعني بكل أطيافها وأشكالها، موجودة في بريطانيا وفي أمريكا وفي كل من هل يستطيعون أن يتعارضون في ليبيا؟ داخل ليبيا لا توجد معارضة للأسف. لا في داخل ليبيا لا توجد معارضة. المعارضة فقط خارج ليبيا، لأن النظام قمعي، يعني عندما تعارض النظام فمصيرك يعني السجن أو القتل أو إلى آخره، وهذا طريق النظام مثل نظام صدام يعني أو أسوأ، يعني أسوأ. فعودة إلى الشق الثالث، فالأمازيغ مثلا مع إخوانهم الناطقين بالعربية يوجدون في جبهة الإنقاذ الليبية والأحزاب التي توجد خارج ليبيا وفي الجماعات الإسلامية التي تقاوم النظام وكذا، ناطقون بالأمازيغية وناطقون بالعربية جميعا يعني يحاربون النظام. نحن فقط لأننا يعني نتحدث الأمازيغية، فأولى بنا أن نهتم بالثقافة الأمازيغية من الأشياء الأخرى. أنا شخصيا يعني لا أحب السياسة ولا ساسة ولا يسوس ولا ما بينهما، يعني أنا شخصيا يعني، ولكن الدولة كما ذكرت وضعتنا في زاوية لا نستطيع أن نتنفس إلا من خلالها، وهي زاوية معارضتهم. وليس في صالح النظام أن نكون محاربين، يعني البربري أو الأمازيغي عنيد بطبعه، ابن جبل، فلا يعني يقف حتى يصل مبتغاه. تفضل. يعني طبعا يا ليت كان معنا من ليبيا، من حكومة ليبيا، واحد عضو من برلمان ليبيا حتى كنا نتباحث معه، قد سيكون أحسن طبعا الوجه الآخر مستقلا. طبعا بوجهة نظرهم كمان يجب أن نسمع، لأن ما هي المشاكل هناك بعد ما ذهب. يعني طبعا هذا متى يسير لا نعرف، فقط مثلا بعد ما ذهب قذافي، بعد ما توفي أو بعد ما انقلب أو شيء آخر، ماذا يصير في ليبيا؟ هل يتغير شيء بالنسبة للأمازيغيون؟ أنا أظن لن يكون هناك نظام أسوأ من نظام القذافي، لن يكون. بشائر الخير مثلا ابنه سيف الإسلام، هذا ابن القذافي نفسه، نعم، يمتعض من سياسة والده. تصور يعني الابن يمتعض من سياسة أبيه تجاه الأمازيغ، فهو يذهب إلى المناطق الأمازيغية ويقول تعلموا الأمازيغية ويقول كذا. إذن قذافي أحسن، لأن صدام قتل ابنه يعني. صدام قتل ابنه. نعم، قذافي ما قتل لحد الآن. لا ابنه يعني يهيئه الآن للخلافة من بعده وإلى آخره. هناك قوى متصارعة في ليبيا. أنا حقيقة يعني كما ذكرت لك لا أريد أن أشكر سيف، لا أريد أريد فقط أن أبين، ويجب أن كلمة الحق أن تقال، أن أي نظام يأتي من بعد القذافي لن يكون بهذا السوء. أنتم لا تستطيعون. بل الآن بعد ما يسمى بالإصلاح والحكومة تحاول أن تصلح بعض الأشياء في ليبيا، حاولوا فتح الباب قليل من متنفس للليبيين، ومن ضمنهم الأمازيغ. ففيه نوع من المتنفس في ليبيا للأمازيغ يعني بسيط. يعني مثلا في الثمانينات لا تستطيع أن تتكلم في أماكن عامة باللغة الأمازيغية، اليوم تستطيع أن تجادل وتتناقش وتتكلم وتبحث والأشياء هذه. طبعا العالم تغير، العالم تغير من حوله، نعم، ليس برغبته. بل إن القذافي قال في أحد خطاباته لا تستطيع، ماذا قال؟ لا تستطيع أن تضغط على الأقليات ولا تستطيع أن كذا، يعني كأنها أوامر جاءته من جهة معينة، يعني هو بنفسه يعترف. تصور يا أخي، وهذا ينتبه له الناس كثيرون. القذافي كل خطابين ثلاثة يتحدث عن الأمازيغ، كل خطابين ثلاثة يتحدث عن الأمازيغ. يعني يصفنا بعملاء الاستعمار ويصفنا بكذا مثيري فتنة، يعني مثلا نحن الذين منعنا من أسمائنا ومنعنا من لغتنا ومنعنا من التعليم ومنعنا من الأشياء، نحن نثير الفتنة، نحن العنصريون. تخيل أنت يعني تمنع من كل هذه الأشياء وتوصف بالعنصرية وتوصف بالفتنة. طبعا هذا سياسة لكل الدول التي تريد أن تكون ديكتاتورية.
كيف تشوفون لسياسة القذافي مع دول الأوروبا؟ نعم. ما وأنتم لا تستطيعون أن تدخلون لليبيا الآن؟ نعم، لا لم أذهب. أهلكم كمان مسؤولين أنا لم أدخل ليبيا منذ 22 سنة. 22 سنة عايشين في الولايات المتحدة. بين الولايات المتحدة ودول أخرى. نعم. نعم. يعني كيف تشوفون سياسة قذافي؟ كيف تقيمون سياسة قذافي مع دول أوروبا إذن؟ والله كما ذكرت لك أنا لست بسياسي. أحيانا لأن أحيانا يكون يعني بين العرب أن ليبيا وقذافي يعني أحيانا طبعا ليس لكل وقت يعني مثلا هنا صار مأزان في مشكلات بين المسلمون والمسيحيون في سويسرا، وقذافي لا منع كل شيء عن سويسرا في ليبيا. لا يعني قضية سويسرا ومنع المآذن وإلى آخره هذه قضية حقيقة يعني أضافها من بعد القذافي. هو المشكلة بين ابنه وسويسرا، يعني ابنه كان قد صفع خادما عنده، فالخادم تقدم للدولة السويسرية. حسب علمي أنا صدقني ليس لدي تلفزيون في البيت، فلا أتفرج لا على التلفزيون ولا على الإذاعة ولا أعرف هذه الأشياء في حقيقة. ليس لدي الوقت الكافي للعمل في البرامج الثقافية التي أشتغل عليها، ولكن حسب ما أرى أحيانا في الإنترنت من معلومات عن ما يحدث بين ليبيا والكذا، القذافي يعني قال انها بسبب المأذنة وحربها على الاسلام. سويسرا اتمنى ان القذافي يعطي الحرية للإباضيين في ليبيا بالقدر الذي تعطيه سويسرا للمسلمين في سويسرا. اتمنى هذا، يعني اقصد يعني المآذن حتى ولو افترضنا المآذن ليست من الاسلام في شيء اصلا، يعني اضيفت في العصر الاموي المتأخر وهي حقيقة بدعة في الإسلام، هي أخذت من النصارى المآذن حتى ولو منعوها. فيعني أنا لا يعني أمنع المسلمين من ذلك ولا أقول المسلمين لا يستحقون إلى آخره، ولكن نحن الذين عشنا في الغرب رأيناهم ورأينا أنهم لا يحاربوننا في ديننا، بالعكس نحن نطبق ديننا في الدول الغربية بقدر لا تستطيع المسلمون أن يطبقوه في بلادهم للأسف الشديد يعني. فهذا كله حشو وتضليل للرأي العام وإلى آخره، ولكن الناس تعرف يعني أن الحرية التي توجد في سويسرا لا يوجد ربعها أو عشرها أو كذا في ليبيا يعني. فهذا قدر الذي أستطيع أن أتحدث عنه بالنسبة لعلاقة القذافي بالغرب، لأني كما قلت لست ضالعا في السياسة ولا أستطيع أن أتحدث في موضوع لكن أستطيع أن أتحدث فيما يخص الشأن الأمازيغي في ليبيا فقط يعني. إن شاء الله. أستاذ محمد نشكركم شكرا جزيلا لمعلومات قيمة، ونحن تعلمنا كثير شيء عن أمازيغيون. شكرا جزيلا لمتابعتكم معنا. أعزائنا المشاهدين نشكر ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد أمادي، وهو رئيس مؤسسة توالت الثقافية. شكرا جزيلا على معلومات قيمة التي قدمها لنا. مشاهدينا الكرام قدمنا لكم برنامج وجهة النظر، نرجو حسن المتابعة وانتظرونا بحلقة أخرى، وإلى اللقاء.